في كل حاجه محتاج تعرفها من اول ما تدخل ثانويه عامه لحد ما نتيجه ثانويه عامه، فهقوله لك في الفيديو ده. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ بصراحه موضوع التصوير حاسه غريب عليا، منقطع تقريبا بقالي سنه وشويه كده. عشان بصراحه كنت مركز الفتره اللي فاتت على حاجه في حياتي، ادعوا لي التوفيق فيها يا رب. الفتره دي طبعا فتره امتحان بتوع ثانويه عامه، ربنا يوفقهم. معظم المراحل التعليميه خلاص طبعا امتحاناتها. جالي نوع رسائل كده مؤخرا، بالتحديد عن الرساله اللي قريتها، ان في حد داخل ثانويه عامه وبالذات علم رياضه، وكان شاف الفيديوز يعني اللي كنت بتكلم فيها عن ثانويه عامه وكده، وقال لي عايز اعرف الفتره اللي جايه دي بتقول ايه، وعلم الرياضه ده ايه اللي يفيدني فيه، وامشي ازاي يعني بما انك كنت خدت الطريق ده. فانا ان شاء الله جت في دماغي فكره ان انا اعمل الفيديو ده فيه كل حاجه محتاج تعرفها من باب ثانويه عامه كده. لما تدخل يجيلك تنسيق مثلا بعد ثالثه اعدادي، تقريبا انا كنت شفت وانا بسكرول كده ان ثالثه اعدادي التنسيق من 254، فانت لو جاي فوق 254 ونويت تدخل ثانويه عامه، فانا هقول لك من اول ما تدخل ثانويه عامه لحد ما نتيجة ثانوية عامة، فهقوله لك في الفيديو ده. فربنا يقدرني كده واحاول افيدك بقدر الامكان. عشان كمان مؤخرا كده وقفت مع ناس عايز تدخل ثانوية عامة، ففي افكار عند الناس دي، الافكار دي مغلوطة، وبعاني ان انا احاول افهمهم، وانا كنت في مكانهم وعارف الحماس وعارف الهق والهربق كده. فجاي اقول لك بصراحة اللي هيفيدك، عايز تاخد بيه يبقى جزاك الله خيرا، وتريح نفسك وتريح اهلك معاك. مش عايز تاخد بيه انت حر، مش هجبرك على حاجه. انا جاي اقول لك بصراحه تجربتي مع اولى ثانوي وثانيه ثانوي اللي انا فعلا مش فاكر عنها حاجه. اولى ثانوي وثانيه ثانوي انا مش فاكر ان انا بذلت مجهود فيهم بصراحه يعني. انا فاكر ان انا كنت طالب عادي خالص خالص خالص، ما فرقش عن طالب مثلا في اولى اعدادي وثانيه اعدادي. بعمل اللي عليا في الدروس وخلاص. انا بروح الدرس كل يوم كده يوميا دروس، بعمل اللي عليا، لو في واجب او حاجه ممكن اعمله، لكن ما فيش في دماغي هدف مثلا نرتب ان اجيب مجموع معين. بالذات ان كمان ان موضوع كان ثانويه عامه من فتره كده، كان سنتين، اولى ثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. لا، السنه بتاعتنا كان ثالثه بس. انا كمان تحديدا كانت الثانويه عامه بتاعتي اول ثانويه عامه بتاعت التابلت، يعني احنا اول ناس اتجرب علينا النظام ده، واول ناس شفنا الموضوع ده بيقول ايه. ويعني الحمد لله ان ربنا نجانا منها على خير. يعني عايز اقول لكم بجد ان انا الثانويه العامه دي مش عاوز اتكلم عنها خالص، وما بحبش اسمع حاجه عنها. ويعني مؤخرا كده وانا بسكرول كده بشوف حاجات عن اراء الطلبه في امتحان العربي، قد ايه ما كانش كويس، وقد ايه الوقت كان قصير، وقد ايه حاجات كتير قوي. انا ماليش خلق اسمع الكلام ده، ولا عايز اعرف الامتحان كان حلو ولا عايز اعرف الامتحان كان وحش. الميموريز دي عندي بالنسبه لي ما كانتش لطيفه خالص. فبالنسبه لي برجع كل الذكريات الوحشه دي لما بتيجي سيره ثانويه عامه، بس عشان خاطركم بس، وعشان خاطر اخواتي الصغيرين. انا مش عاوز ناس كتير تقع في غلطات كتير. فاولى ثانوي وثانيه ثانوي انا شفت ناس بتقول انا هاخد في الماده درسين و3 وهعمل وهجيب وهسوي. انت لو جبت 100% في ثانوي في اولى ثانوي انت بتاخد من طاقتك، يعني انت داخل فتره الثانويه دي بباور 100%. انت لو جبت 100%، لو تعبت نفسك قوي في اولى ثانوي وثانيه ثانوي، هتيجي في ثالثه ثانوي هتحس ان بقالك كتير قوي بتذاكر. بس انت في الاخر لو واحد ما ذاكرش حاجه في اولى ثانوي وثانيه ثانوي وداخل معاك ثالثه ثانوي، هتبقى انت خلصت من الباور بتاعك مثلا 60-70%، وداخل ب 30% ثالثه ثانوي، وهو داخل مثلا ب 80% باور لثالثه ثانوي. عشان هو مثلا، مش بقول لك ده مش معناه انك تهمل، في فرق بين الاهمال وفي فرق بين انك تعمل اللي عليك. اعمل اللي عليك، ما تعملش اكتر من اللي عليك في ثالثه ثانوي، في اولى وثانيه معذره. يعني في ناس كانت بتقول لي ان اولى وثانيه مرتبطين بثالثه، وقسما بالله لا، الا في علم رياضه فرع التفاضل. انا فاكر في شويه التفاضل بتوع الترم الثاني في ثانويه عامه، انا فاكر ان احنا جبناهم كمان عشان كان حصل موضوع كورونا وكده وانا في ثانيه ثانوي. فالمدرس اللي انا كنت معاه في الرياضه راجع على الشويه دول قال لك ده اللي انا محتاجه من ثانيه ثانوي. انا كورونا كانت في ثانيه ثانوي نفسها، فيعتبر ثانيه ثانوي دي انا ما فتحتش فيها كتاب، ولا كان في دروس، ولا كان في دراسه، ولا كان في اي حاجه. حتى الامتحانات كانت في تقريبا كانت ابحاث او كانت من البيت او حاجه زي كده. فما اثرتش عليا خالص ما اثرتش عليا. فانا بصراحه بحاول اقنع الناس ان اولى ثانوي مش محتاجه الفتحه دي كلها، فتحه الصدر دي كلها على العلم. يا عم العلم هيجي لك بعد كده، ما تقلقش.
انت اعتبر اولى ثانوي دي ثالثه اعدادي بالظبط، خد فيها على الهادي كده. انت راجل عايز تعرف بقى الفيزياء بتقول ايه، ماشي، درس مش لازم تبعد بعيد عن المدرس الواو والمدرس اللي بيطلع على التيك توك واليوتيوب بقى بص لا خالص والله العظيم. انت ممكن تبقى مدرس على اليوتيوب كده وما عندوش اي فيوز خالص تسمعه، ده يبقى يطلعك يا عم، ممكن تعمل حاجه تعدى اينشتاين بيها، فاهم؟ فاولى ثانوي وثانيه ثانوي اعمل اللي عليك نقطه ومن اول السطر. تعالى بقول لك ثالثه ثانوي، انت لو عايز بقى علم رياضه او علم علوم، علم رياضه زي ما قلت لك الحاجه الريليتد بس بحاجه قبل كده في ثانويه عامه، يعني ثالثه ثانوي الحاجه اللي ريليتد قبل كده هو فرع التفاضل بس، فرع التفاضل بس. انت محتاج شويه تفاضل بتوع ثانيه ثانوي والترم الثاني، فانت لما توصل ثانيه ثانوي والترم الثاني، او لو انت في ثانيه ثانوي والترم الثاني ركز في فرع التفاضل. التفاضل ده هتحتاجه في ثالثه ثانوي، غير كده لا، غير كده لا فيزياء ولا كيمياء ولا عربي ولا انجليش ولا الحاجات دي كلها هتاخدها من الصفر في ثانويه عامه. اما تفتح ثانويه عامه كده هتلاقي كل ماده بتبداها من الصفر كده، من الصفر بيأسسك في حاجه وبعد كده يكمل لك عليها وبعد كده يكمل لك عليها. ده اللي انا فاكره من تجربتي مش من كلام حد. عايز اكلمكم في موضوع تاني، مش عايز بقى اتطرق في ثالثه ثانوي بالذات هتعمل ايه، علشان الفيديو ده ممكن الناس اللي تسمعه ما تبقاش ناس ثالثه ثانوي بس لو انت في اي سنه دراسيه من الثلاث سنوات وعاوز تعرف تتعامل مع السنه دي ازاي، ممكن تكلمني برايفت او ممكن اعمل فيديوز لو انا كنت فاضي. بصراحه هعمل فيديوز مع ان انا ما بحبش اتكلم عن ثانويه عامه كتير، بس هعمل فيديوز لو في ناس مجمعه مثلا على فتره معينه في فتره ثانويه كلها عايز تعمل فيها ايه ومش عارفه وتايهه يعني، فممكن ايه ساعتكم ان شاء الله. الحاجه اللي عاوز اتكلم فيها تاني بعد كده هو موضوع الثانويه عامه نفسها. الثانويه العامه نفسها في حاجات كتير دلوقتي بتوازيها في المرحله التعليميه. يعني انت مثلا بعد ما تخلص ثالثه اعدادي في قدامك مثلا بتاع 10 او 15 مسار تعليمي ممكن تاخده في ثانويه عامه، في ثانويه فنيه صناعيه اللي هو الصناعه، وباقي المدارس الفنيه، وفي في حاجات بقى بتاعه الوظائف، مدارس ومدارس ميه ومدارس كهرباء، مدارس كده، حاجات كده بتطلع موظفين على طول. انا عاوز اقول لك ان معايا في هندسه 70% ناس ثانويه عامه و30% ناس جايه من كليات تانية، جايه من دبلوم صناعه، واللي جاي من معهد فن صناعي، واللي جاي من مدارس ميه، واللي جاي من حاجات زي كده وعملوا معدات ودخلوا. فده معناه ان ثانويه عامه مش هو الطريق الوحيد اللي هيحقق لك حلمك. انا بتكلم على علم رياضه، ما اعرفش بقى لازم لكن في كليات مثلا من علم علوم لازم طريقها ثانويه عامه. فانا عايز اقول لك دلوقتي انت هدفك ايه من ثانويه عامه؟ انت داخل ثانويه عامه مش لمجرد انك عايز تنجح في ثانويه عامه. ثانويه عامه مش اخر المرحله، يعني دي في سلم النجاح، ممكن ما تكونش اول خطوه كمان، والله ممكن ما تكونش اول خطوه. عاوزك لو قسمت لي كده، حط في دماغك كده اكتر 5 ناجحين في حياتك انت شايف ان الناس دي ناجحه في حياتها، وناس اغنياء ما شاء الله وربنا كرمهم ومعاهم فلوس وناس كويسه وكده. عاوزك تصنفهم لي بقى، تشوف لي كل واحد الكارير بتاعه ايه. صدقني لو فيهم واحد بالكتير هيبقى فيهم مهندس او دكتور بالكتير. انت لو جبت 5 كده هتقول مثلا فلان الفلاني وفلان الفلاني، لا مش هيبقى مش شرط ان فيهم يبقى مهندس او دكتور. فعاوزك يبقى الهدف في دماغك، حاول تفكر وكده وتفرز دماغك. انا عارف ان الموضوع بالنسبه لك ممكن ما يبقاش مثلا باين قوي طريق نجاح، باين قوي اهتماماتك دلوقتي، كل اهتماماتك دلوقتي فيزياء وكيمياء وعلوم وحاجات زي كده. لكن لما مثلا تبدا اول سنه في كليه، اي كليه عموما يعني، هيبدا قدامك الطريق، هيبدا قدامك اهتماماتك، هتسرش اكتر. فانا عايز اقول لك ما تقلقش، انت في سلم النجاح. انت اصلا ممكن ما تكونش على اول خطوه بقول لك فيه، انت لسه قدامك السلم بعد كده، وتقدر تطلع له من اي كليه هتدخلها. والله اي كليه هتدخلها لو انت اشتغلت على نفسك هتنجح في الحياه، تعمل فلوس، تبقى راجل ناجح كده، راجل يعتمد عليك. فما تقلقش. ثانويه عامه قلت لك في طرق كتير جدا، كل طريق هتدخله في النجاح بتاعه. لو دخلت ثانوي صناعي، مؤخرا شفت ناس داخله وعندها هدف، وانا يعني بحترم الناس دي جدا، بالذات لما شفت امثله قدامي جايه من الثانوي الصناعي، ناس شاطره وناس ناجحه وناس بسال. يعني عندي في الكليه ناس بسالهم من جايه من ثانوي صناعي، والله كنت راجع مع حد كان جاي من مدرسه ميه، وناس جايه من ثانوي صناعي ما شاء الله دماغها كبيره جدا. يعني مش الفكره، اي نعم كل مكان فيه الحلو وحش، الثانويه عامه فيها ناس
يعني مستواها العلمي صفر صفر. بس كل ما كان فيه الحلو وحش. انت لو راجل بتعتمد على نفسك وراجل بتجتهد وراجل بتراعي ربنا في اهلك وبتراعي ربنا في وقتك وبتعمل اللي عليك هتنجح في اي. لو رحت بص، لو ما اتعلمتش خالص هتنجح، والله هتنجح. انا فضفضت معاكم، مش عارف ايه ده مع موضوع ايه مش عارف بقى. بس انا يعتبر فضفضه الرجوع. حاجه كنت محضرها ونسيتها، وبصراحه ما كنتش محضر حاجه يعني بالفيديو ده تحديدا. يعني قلت هرتجل معاكم، طلعت اللي في قلبي شويه. ربنا يوفقكم. اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. في اي وقت تحتاجوني اكون معاكم في اي وقت. يلا، السلام عليكم.